اهلا بيكم النهارده. يعني في عجاله كده هنتكلم عن البجمانات. البجمانات انتوا طبعا بتسالون عليها كتير، وفي ناس عارفينها وبتشتغل معانا. ده مثلا الاصفر الغامق اللي بعض الناس بتسميه الاصفر الجملي. تمام. يعني بص هنا بيلمع ازاي والتخانه بتاعته. وهنا ده الاسود يعني، دارك دارك اسود اسود يعني. مفيش فيه اي تغيير في اللون بتاعه، ولكن بيتميز باللمعه. طبعا الالوانات دي قصه يا جماعه كبيره قوي قوي. في الالوان الاكريليك، في البيجمانات، في الالوان المركزه، في الالوان الراتنجيه، في الالوان المائيه. يعني احنا لو قعدنا فصصنا قصه الالوانات دي، طب يعني هم الناس اللي اخترعوا الالوان وعملوا لون اكريليك، وعملوا لون بيجمنت، وعملوا لون ميتاليك، وعملوا الحاجات دي كلها. يعني ايه القصد؟ يعني كان ايه القصد من ورا الموضوع ده؟ القصد ان انا اطلع استخدام سليم، ما تجيش كده بعد شويه والاقي اللون بهت مني، او الاقي اللون غير فيه زي كده اليوفط اللي بيحطوها ساعه الانتخابات، تلاقيها بتلمع قوي وبعد شويه تلاقيها بعد كده اللون غير وبهت. وقصه كبيره قوي. فالبيجمانات دي قصه بفضل ربنا، اعلى تركيز اعلى تركيز واعلى جوده زي ما حضراتكم شايفين هي متوفره عندنا في موضوع البيجمنات. ولما حضرتك تطلب بيجمنت لازم تطلبه وتسال، عشان بس بعض الناس كده يقول لك ايه ده، انا بجيب شويه زنك واضربهم في شويه تنر واطلع البيجمنت الابيض. طب يا عم الله يوفقك، ماشي، بس ده ملوش علاقه بالبيجمنت الابيض خالص. اصلا احنا قلنا الزنك ليس ماده تلوين، واللي يجيب ما اعرفش بودره ايه، واللي يعني كله زي الفل. انت مقتنع؟ زي اللي جاب ميكروكروم ولون بيه احمر، برضو تمام، مفيش عندنا ادنى مشكله. فخلونا بس نشوف مع بعض، وان شاء الله خير باذن الله. هنتكلم في الموضوع ده بالتفصيل. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.